القصة اللي غادي تسمعوها اليوم ماشي خيال وماشي فيلم. هاد القصة وقعت بصح وتتعتبر من أبشع الجرائم اللي عرفاتهم بريطانيا. قصة زوجين تحولوا الوحوش وما في قلبهمش الرحمة. السلام عليكم، سميتي نعيمة. إذا كان كيعجبكم القصص الواقعية مرحبا بكم في القناة نعيمة شين. إذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة، هذه أحسن حاجة تخليني نكمل ونجيب لكم قصص جديدة ومشوقة. وإذا بغيتوا خليوا لي لايك وتعليق باش تعرف رأيكم، والدعم ديالكم كاينين ليا بزاف. اليوم غنعاود لكم على أخطر القتلة المتسلسلين اللي دازوا في تاريخ بريطانيا. باش نفهموا اكتر نرجعوا شويه باللور. فريد ويست زاد في عائله مفككه فيها فقر وعنف وإساءة جسدية وجنسية من طرف العائلة. والأب ديالو كان قاسح نوعا ما، أمه على العكس كانت حنينة فيه وفي خوتو. فريد كبر ولكن ماشي عادي. رغم هاد الشي عمره ما حاول يتداوى أو يبدل طريقه، بالعكس هاد الظلام اللي عاش فيه ولا هو الطريق اللي غادي يسلك. فريد كان إنسان عنيف وكان كيميل للبنات وكيتحرش بهم الوقت اللي لقى الفرصة. وهو عنده 17 عام كان خدا موطور حيث كان مهووس بهم. مدازش بزاف، دار حادثة خطيرة وتقصح فيها من راسو وتهرس من دراعو ورجلو، الشي اللي خلاه دخل في كوما مدة أسبوع وشهر ديال العلاج في السبيطار. خرج منه وكان ساخط على كل شيء. عامين مورا الحادث وقع حادث آخر مع العائلة جالت العافية في الدار. والغريب في الأمر أنه كان اللي كاع الناس اللي كانوا حاضرين خرجوا إلا فريد. كان كيتحرش بواحد البنت بقوة، ما قالت لي بعد مني ما بغاش، دفعاته وشداتو الدوخة وطاح من الطابق الثاني. ولسوء الحظ ما طرالو والو. ومن تما بدا كيتعرف اشنو كان كيدير والوجه الحقيقي ديالو. خرجت اختو الصغيره اللي كان عمرها 13 عام كان سميتها كيتي، واعترفت لامها ان فريد كان كيتعدى عليها جنسيا وبالقوه. والنتيجه كانت حامله. من موراها العائله كلشي سخط عليه، اكيد غيسخطوا عليه من بعد اللي دار، وقطعوا به العلاقه. تا من مو اللي كان عزيز عليها جرت عليه من الدار وقالت ما نبقاش نشوف وجهك. دعاوه عند البوليس وتقدم فريد للمحاكمة، ولكن كيتي تراجعت في آخر لحظة، ما بغاتش تكمل الدعوة. ما معروفش علاش، اللي معروف أنها تراجعت ومن موراها خرج منها فريد عاود تاني. ما دازش بزاف الوقت فريد تلقى بنت سميتها كاثرين كوستيلو، عجباتو بزاف وحتى هي حماقت عليه. دخلوا بجوج في علاقة، ونهار 17 من نوفمبر 1962 هاد الجوج تزوجوا. واخا كاثرين كانت حاملة من راجل آخر، كاثرين تحولت لمدينة لوكوت بريدج. تما فريد بدا كيخدم، خدا شاحنة كيبيع لكلاص للدراري الصغار. تخيلوا معايا، في مارس 1963 ولدت كاثرين بنتها الأولى وكانت زوينة، سماتها شارمين. ومن بعد مدة قصيرة العائلة انتقلت لحي بريديشتون بمدينة غلاسكو. وما دازش بزاف على الانتقال ديالهم، كاثرين حملت وهاد المرة من فريد. وفي شهر 7 1964 ولدت بنتها الثانية وسماتها أنا ماري. الجيران اللي كانوا قراب لهم شهدوا وقالوا بلي كاثرين كانت كتبغي بناتها وكانت حماقة عليهم، ولكن فريد كان العكس تماما. ما دازش بزاف ولات علاقتهم متوترة بزاف، الشي اللي خلاهم مرة مفارقين ومرة مصالحين. كاثرين مشات تعرفت على رجل آخر كان سميتو جون، وما بقاتش مهتمة لفريد. كانت ديما كتجي تزور بناتها، ولكن في واحد الوقت اختفت وما بقاتش كتبان، غبرات وما بقاتش كتبان مرة. فريد تا هو براسو ما بقاش جالس بوحدو مربع يديه، مشى تعرف على واحد البنت اللي غتغير ليه حياته. سميتها روز. كانت بنت صغيرة كتعيش حياة كلها عنف مع الأب ديالها. كانت الطفولة ديالها أكتر من فريد، يعني كيف ما كنقولوا تلاقاو بجوج، يعني
كلهم بحال بحال. الاب ديالها كان قاصح بزاف معاها كيستغلها. روز تعلمت من صغرها واحد الحاجه خطيره: العنف كيولد السيطره، والسيطره كتولد المتعه. منين تلاقاو بزوج دوزو غير اسابيع قليله ولاو مزوجين، ولكن في الحقيقه ولاو شركاء في ابشع الجرائم اللي دازت في تاريخ بريطانيا. ملي انتقلوا للدار اللي تعرفات منزل الموت بدا الجحيم الحقيقي. كانت دار كبيرة فيها قبو واسع تحت الأرض، يعني عدد من البلايص اللي سهل يخبيو فيها الجرائم. كانوا كيجيبوا بنات صغيرات شابات وحتى بناتهم كيعذبوهم وكيتعداو عليهم جنسيا وكيحتجزوهم وكيقتلوهم بأبشع الطرق، وكيكملوا يدفنوا الضحايا ديالهم تحت الأرض في القبو والجردة ديال الدار. سنين وهما كيعيشوا حياتهم عادي قدام الناس، وكملوا في الجرائم ديالهم، والدار كانت عامرة جدد وتحت ما كان عارف. واحد النهار وحدة من بناتهم هربات لهم من الدار بعد ما تعرضت لأشد أنواع التعنيف من أمها وباها. تخيلوا معايا، واش هادو والدين؟ لا لا لا، ما يمكنش. مشات مباشرة عند البوليس وهي خايفة وما قاداش تنفس. قالت لهم بالحرف شنو وقع. فاش زادت صدمات البوليس قالت: انا ماشي بوحدي، كاينين ضحايا اخرين كيدفنوهم في الحديقة وفي القبو ديال الدار. في القبو ديال الدار. الدار فيها اسرار خطيرة. البوليس في الاول ما تيقوش وما كانوش مصدقين اش كتقول، ولكن البنت كانت كتبان متأثرة وخايفة بزاف ومصدومة، والطريقة اللي كانت كتعاود بها التفاصيل ما خلاتش ليهم فين يشكوا. قدموا طلب الإذن باش يمشيو يفتشوا الدار، وهنا بدات النهاية ديال هاد الزوج. نهار 24 فبراير 1995 دخل البوليس للدار وبداو بالتفتيش. بداو بالشرطة قلبوها، بداو كيحفروا شوية بشوية، ومن بعد سوايع قلال فقط لقاو أول بقايا ديال الجثة. والمفاجأة كانت صادمة. الجثة الأولى كانت ديال هيثر ويست. هنا البوليس عرفوا بأن القضية ماشي غير عنف عائلي، وإنما قضية كبيرة وخطيرة بزاف. بداو كيحفروا، وفي طرف آخر لقاو جثة تانية، ومن بعد ثالثة، حتى وصلوا ل9 الجثث. أي 9 الجثث داخل هاد الدار. الضحايا اللي لقاوهم هما: الضحية الأولى كانت سميتها هيثر ويست، ماتت وعندها 16 عام، كانت بنت فريد وروزماري. الضحية الثانية سميتها جوانيتا موت، ماتت وهي عندها 18 سنة. الضحية الثالثة سميتها شيرلي آن روبنسون، ماتت حتى هي وعندها 18 سنة. الضحية الرابعة سميتها ليندا غوف، ماتت وهي عندها 19 سنة. الضحية الخامسة كارول آن كوبر، ماتت وهي عندها 15 عام. الضحية السادسة شيرلي هوبارد، ماتت هي وهي يلا عندها 15 عام. الضحية السابعة لوسي كاثرين بارتينغتون، كانت طالبة جامعية في عمرها يلا 21 عام. الضحية الثامنة ثيريز سيغانتال، حتى هي كانت طالبة، تقتلات في أبريل 1974. الضحية التاسعة أليسون تشامبرز، ماتت وهي عمرها يلا 16 سنة. أما الضحايا اللي تلقاو وتعرفوا من بعد هما: الضحية الأولى شارمين ويست اللي ماتت هي يلا عمرها 8 سنين، كانت ابنة فريد بالتبني. البنت اللي إلى عقلتو كنت قلت لكم في الأول ولداتها مراته الأولى كاثرين مع رجل آخر. الضحية الثانية كاثرين رينا ويست، الزوجة ديال فريد الأولى اللي عقلتو كنت قلت لكم باللي اختفت في واحد الوقت وما عاوداتش بانت. لقاو بقايا ديالها في وحدة من الحقول اللي قريبة من دار فريد، كانت قتلات في 1971 وهي عمرها يلا 27 عام، يعني الوقت اللي اختفت فيه تقريبا.
الضحية الثالثة كان سميتها آن ماكوفال، اللي كانت حبيبة ديال فريد، تقتلات وهي عندها 18 سنة سنة 1967. يعني الإجمالي ديال الضحايا على الأقل 12 ضحية مؤكدة. البوليس تصدموا بزاف، قلبوا الدار مزيان ولقاو بزاف الأدلة. لقاو بقايا ديال الضحايا كانت مدفونة في بلايص معمرة بالسيمة جديدة، أدوات باش كانوا كيحفروا، بقايا د الحوايج ديال الضحايا، شهادات البنات اللي قدروا ينجاو وبقاو عايشين، سجلات غريبة في دفاتر قديمة كان فيها كتابات ديال مواعيد اختفاء الضحايا. فريد بدا كيعترف وحده بوحده، ولكن كان كيحاول يخرج مراته روز من القضية. كان كيقول هي ما عندهاش علاقة، أنا اللي درت كل شيء. ولكن البوليس لقاو بصمات ديال روز، أدلة في الغرفة وشهادات كتقول أنها كانت كتشارك وكتعذب وكتدير أسوأ من فريد. هنا عرفوا باللي بزوجهم متورطين مزيان. السؤال اللي حير العالم، فريد ويست كان عنده ميول السادية من صغره، وكانت عنده رغبة في السيطرة والاحتجاز. روز كانت كتستمتع بالعنف، وكانت تعتبر الضحايا أدوات ماشي إنسان. بجوجهم كانوا كيحسوا بالمتعة من الألم ديال الناس الآخرين، وكانوا كيشجعوا بعضياتهم. تخيلوا واحد كيحفز الآخر وما بقاش عندهم حتى حدود، يعني كانوا وحوش بشرية ماشي غير مجرمين. فشنو كان غيوقع لو كان ما بانتش الحقيقة ديالهم؟ فريد ويست ما قدرش يصبر بزاف في الحبس. قبل ما تبدا الجلسات الرسمية بشهور قليلة شنق راسو في نهار رأس السنة بالضبط 1995 في الحبس. ولكن مازال ما كان ظن خصو يموت، حيت الموت كان رحمة ليه، كان خصو يتعذب كيف عذب دوك البنات مساكن اللي ما داروا ليه والو. أما للاهم روز تحاكمات في 10 الجرائم قتل. القاضي حكم عليها بالسجن المؤبد. دار كرومويل ستريت 25 تحيدات من الخريطة، البناية دمروها بالكامل باش ما يكونش عندها أثر، حيث كانت رمز للرعب. ولكن القصة بقات والعبرة بقات. أحيانا أخطر الوحوش ماشي في الغابة، أخطر الوحوش يقدروا يكونوا بيناتنا وديما معانا، كيلبسوا وجوه البشر ولكن داخلهم كاين ظلام وشر ما كيخطرش على البال. كانت هذه قصتنا اليوم. إلا وصلتوا حتى لهنا شكرا لكم على المتابعة، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع قصة جديدة. بسلامة.